يقول سائل: هل يجوز للإنسان المسلم أن يجلس مع بعض أصدقائه أثناء العمل وهو يشرب الخمر؟ يعني صديقه يشرب الخمر. بئس الصديق صديقك إذا كان مصرا على شرب الخمر، وكأنك ما تنبهت لنفسك. المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. كأنك نسيت قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نسيت قول النبي عليه وآله الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. أما علمت يا أخي أن المرء يتأثر من جليسه؟ إذا كنت تجالسه واتخذته صديقا لك لإعانته على ترك المنكر، وكنت مؤثرا لا متأثرا، فبارك الله فيك. وأما اتخذته صديقا لك مع شربه للخمر، كيف رضيته أن يكون صديقا لك؟ والله عز وجل يقول في كتابه العظيم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذا ليس من المتقين. أخي الكريم، اذكر قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أول وصف في هذه الخيرية: تأمرون بالمعروف. إذا أردت أن تعرف نفسك أنك من الأخيار وممن اختارهم الله عز وجل، انظر إلى نفسك، هل تأمر بالمعروف أم لا؟ إذا لم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر وأنت قادر على ذلك، فأنت حرمت الخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى قدمه ربنا عز وجل على مسألة الإيمان: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وبعدين شو قال؟ وتؤمنون بالله. الإيمان أهم، ولكن لضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الأمة ما سادت وأنت لا تسود إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إذا كنت صالحا ولم تكن مصلحا، شيء حسن بالنسبة لك، وربما كل الناس يحبوك لأنه لا بتأمر بالمعروف ولا بتنهى عن المنكر، وعم يشرب خمر وانت مجالس معه وانت صاحب دين تقوى. يا أخي بقول لك ما في أحلى منك يا أخي، والله يا ريت الدينين كلهم مثل حكايتك، يعني لا من تمه ولا من كمه، ما بيحكي شيء أبدا. كن آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، وإن كان هذا الإنسان بده ينزعج. أنا ما بيهمني بينزعج أو ما بينزعج، أنا بيهمني أن أكون من الأمة التي جعلها الله خير الأمم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أما سمعت قول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره
إنكم إذا مثلهم. عم يشرب خمر، هو لا يستحي من الله. أنت تستحي من الله أن تقول له هذا منكر؟ أتستحي من الله أن تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ أين أسلوب؟ طبعا أسلوب فظ غليظ، قال له يا كذا كم كلمة وتنحره في راسه. هذا حرام. شو عم تسوي أنت؟ إذا كنت آمرا بالمعروف فليكن أمرك بمعروف، وأن تكون لطيفا، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فظ غليظ القلب ما بتنحب، ولو لحيتك أطول من لحيتي أبدا. ينبغي أن تكون بالأخلاق بأسلوب لطيف. وربي عز وجل يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذا إنسان ظالم لنفسه. إما أن تأمروا بالمعروف وأن تنهوا عن المنكر، وإما إذا كنت لا تستطيع أن لا تجالسه. النبي عليه وآله الصلاة والسلام كما يروي الإمام أحمد يقول عليه الصلاة والسلام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر. طبعا هذا إذا كان بوسعك أن لا تجلس، ولكن ربما في مواطن على سبيل المثال في الخدمة الإلزامية في أماكن أنت مضطر للجلوس فيها وهناك عصاة ولا تستطيع أن تتكلم، تنكر بقلبك. أما أنت الآن حر، ما أحد مألزمك بهذا الجلوس، فلا تقعد. لذلك لا يجوز للإنسان أن يجلس مع شارب الخمر أثناء شربه للخمر، بل يجب عليه أن ينهى عن هذا المنكر. فإن أبى الشارب إلا الشرب وجب على المسلم أن يغادر ذلك المكان، وإلا كان آثما. طبعا كما قلت هذا إذا كان بوسعه وباختياره، والله تبارك وتعالى أعلم.